وجالها صدمة عصبية كبيرة وانهارت وقررت تعتزل الغنى بعد استشهاده بشهور. واحتفلت مصر بانتصار أكتوبر وزارتها صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل وطلبت منها تدخل غرفة ابنها الشهيد سيد، وخرجت بعد نص ساعة ومعاها أغنية اسمها أم البطل، وقالت لها دي أغنيتك انتي وكل أمهات الشهداء، وطلبت منها تغنيها. ورفضت شريفة فاضل طلبها في البداية، ولما قرت لها كلماتها نبيلة قنديل اتأثرت وبكت وأغمى عليها. ولما فاقت طلبت من الملحن علي إسماعيل يلحنها، وراحت سجلتها في الإذاعة، وللمرة التانية فقدت الوعي وهي بتغنيها. ما كانتش قادرة تسيطر على دموعها لدرجة ان فايزة احمد قالت لها بلاش تغنيها طالما مش قادرة، بس شريفة اصرت تسجلها في نفس اليوم.